السؤال رقم 1. نعطي حق الأسبقية للسيارة الزرقاء. الجواب 1. نعطي حق الأسبقية للسيارة الكحلة. الجواب 2. ندوز بلا ما نعطي حق الأسبقية. الجواب 3. هنايا في هذا السؤال عندنا ملتقى الطرق متساوي ما فيها حتى إشارة. حنايا دائما فين ما وصلنا شي ملتقى طرق متساوي يعني بحال بحال، فين كيتلاقاو الطرقان وإشارة ما كايناش، ديك الساعة كنطبقوا القاعدة مول من يدوز. دابا في هذا ملتقى الطرق شكون اللي غيدوز الأول؟ مول من. حنايا دابا لما غادي نعطيو حق الأسبقية للسيارة الكحلة، أما السيارة الزرقاء راها جاية من اليسار ما غاديش نسمح لها. قال لك واش نعطي الأسبقية للسيارة الزرقاء؟ لا، نعطي حق الأسبقية للسيارة الكحلة. نعم، يعني جواب صحيح رقم 2. السؤال رقم 2. على بعد 150 متر واجب عليا نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليمين. الجواب 1. واجب عليا نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اليسار. الجواب 2. ندوز بلا ما نعطي حق الأسبقية. الجواب 3. العلامة هذه كتعلم على كروازمة مول اليمين يدوز. فوقاش ما لقيتو هاد الكروة، هاد العلامة اللي فيها كروة، ايوا خصكم تستعدوا تعطيو حق الأسبقية اليمين فقط، غير اليمين صافي. هنا قال لك على بعد 150 حيت العلامة التكميلية فيها 150. دابا غادي نمشيو مول العلامة 150 متر غادي نلقاو ملتقى الطرق، وفي داك ملتقى الطرق غادي نطبقوا كروازمة مول اليمين يدوز صافي، غير اليمين. الجواب صحيح 1. السؤال رقم 3. ابتداء من هذه العلامة يمكن لي نسوق بسرعة 30 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. 40 كيلومتر في الساعة. الجواب 2. 60 كيلومتر في الساعة. الجواب 3. هنايا عندنا علامة، هاد العلامة ديال المنع فيها 40. هاد العلامة كتحدد السرعة في 40، يعني ممنوع نسوقو أكثر من 40. هنا السؤال تيقول واش يمكن لي نسوق ب 30؟ نعم. يمكن لي نسوق ب 40؟ نعم. 60 لا، راه قال لك يمكن لي نسوق. راه شي مرات السؤال تيقول من بعد هاد العلامة السرعة ديالي محدودة. إلا قال لكم محدودة غديروا غير 40، ولكن دابا قال لكم يمكن لي نسوق. الجواب صحيح 1 و 2. سؤال رقم 4. قبل التجاوز يمكن لي ننبه هاد سائق السيارة باستعمال إشارة ضوئية. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا قال لك قبل ما تقوموا بالتجاوز، يعني قبل ما ندوبلو هاد مول السيارة اللي قدامي واش يمكن لي. السؤال تيقول واش يمكن لي إلا بغيت ننبهو بالمنبه الصوتي. نعم. بإشارة ضوئية. نعم. باش ما بغينا ننبهو اصلا كنتواجد خارج تجمعات السكنيه راه حتى كلاكسون ممكن ننبهو. نعم. جواب صحيح 1. السؤال رقم 5. ابتداء من هذه العلامة يمكن لي نسوق ب20 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. 30 كيلومتر في الساعة. الجواب 2. 70 كيلومتر في الساعة. الجواب 3. بالنسبة لهذه العلامة راه سميتها نهاية السرعة الدنيا الإجبارية. يعني هذه العلامة كتقول لكم باللي راه السرعة الدنيا الإجبارية ما بقاش ديك واجب عليكم تسوقوا من 30 الفوق. لا، دابا غادي نسوقوا باش ما بغينا. واش ممكن نسوقوا 20؟ نعم. 30؟ نعم. ولكن 70 لا. علاش؟ حيت هنايا كنتواجدوا في المدينة. ها تروطوار، كتشوف التروطوار هادي راه مدينة، وفي المدينة ممنوع نسوقوا 70 حيت السرعة فيها محدودة في 60 صافي.
هنا الجواب صحيح 1 و2. السؤال رقم 6. باش نتجاوز هاد الراجل نخلي مسافة الأمان ما تقلش على 50 سنتيمتر. الجواب 1 متر. الجواب 2 متر ونص. الجواب 3. هنايا كاين راجل، ملي تيكون الراجل في الطريق يعني داخل شويه في الطريق راه كنخليو المسافه الجانبيه متر واحد. اما الا كان الراجل برا على الطريق يعني على الجنب ديك الساعه كنخليو 2 متر. دابا راه كيتمشى ليا في الطريق ما يمكن ليناش نخليو متر ونص ولا 2 متر. راه الا خليتو متر ونص 2 متر راه غادي تخرجوا في الطريق اللي تيجيب ولا تخرجوا الطريق كاع على برا. اما الا كان الراجل على جنب الطريق ديك الساعه كنحسبوه من تماك حتى الطريق لداخل كتسمى 2 متر. هنايا نخليو غير متر واحد حيت الراجل راه كيتمشى ليا في الطريق. الجواب صحيح رقم 2. السؤال رقم 7. السهم اللي مرسوم على الأرض كيعلم بأنه عند ملتقى الطرق يمكن لي نكمل السير قدام. الجواب 1 ندور على اليمين. الجواب 2 ندور على اليسار. الجواب 3. راه باين الأسهم كنشوفوهم في الأرض فين اتجهوا، واحد لقدام وواحد لليسر صافي. وراه قال لك واش كيعلم هذوك الاسهم كيعلموا باللي في ذاك ملتقى الطرق ممكن نكملوا السير قدام. نعم راه كاين السهم غادي لقدام. واش ندوروا على اليمين؟ لا اليمين لا. واليسر نعم صافي. يعني جواب صحيح 1 و3. السؤال رقم 8. في هذا المكان السرعة ديالي محدودة 80 كيلومتر في الساعة. الجواب 1 90 كيلومتر في الساعة. الجواب 2 100 كيلومتر في الساعة. الجواب 3 120 كيلومتر في الساعة. الجواب 4. هنايا في هذا المكان السرعة ديالي محدودة. اسمعوا محدودة. راه إلا قالكم محدودة فاش غتكون محدودة؟ في هاد الطريق، حيت هاد الطريق السرعة محدودة غتكون في المياه حيت كنتواجدو في الطريق الرئيسية ماشي لوتوروت حيت قالكم محدودة. أما إلا قالكم يمكن لي السير يعني في هاد الطريق تقدروا تجاوبوا 80 و90 و100. أما إلا قالكم محدودة وراه محدودة في 100 فقط. يعني الجواب الصحيح 3. السؤال رقم 9. من الواجب علي احترام مسافة الأمان الأمامية فقط. نعم الجواب 1 لا الجواب 2. هنا قال لكم واش واجب غادي نحترموا المسافة الأمان غير اللي قدامي وها الأمام وها فقط؟ لا كنحترموا المسافة الجانبية واللي في الخلف واللي في الأمام كاملين. ماشي كنحترموا مسافة الأمان غير اللي قدامي وها. لا حتى ملي غادي نتجاوزو عاوتاني كنحترموا مسافة الأمان الجانبية. نعم ماشي الأمام وها. الجواب صحيح رقم 2. السؤال رقم 10. بسرعة 60 كيلومتر في الساعة غنقطع خلال الفترة الزمنية لرد الفعل مسافة كتقدر تقريبا 5 متر. الجواب 1 10 متر. الجواب 2 18 متر. الجواب 3. هنايا قالكم بسرعة 60 كيلومتر في الساعة بالنسبة للفترة الزمنية لرد الفعل شحال غادي نخليو مسافة كتقدر شحال 18 متر. علاش؟ حيت الفترة الزمنية ديال رد الفعل شحال ما عندنا السرعة كنضربوا العدد العشري في 3. دائما الفترة الزمنية ديال رد الفعل كنضربوا العدد العشري في 3.
بحال دابا هنايا كنسوقو ب60 غنضربو 6 في 3 هي 18. كنا غاديين ب90 غنديرو 9 في 3 هي 27 الى اخره. صافي. هذه بالنسبه للفتره الزمنيه ديال رد الفعل كنضربوها في 3. صافي. انا غادي ب60 6 في 3 18 هي الجواب صحيح. الجواب صحيح 3.